لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حال من لواني نوصد سيزده لوان كان تفسير القرآن في رزبين وخزمتان وانبست رزامن رب العالمين وهي ذال مئوي آزي السودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. بەڵێ خۆشەویستان وەکو لە دووانەی ڕابردوو لە خزمەت ئاەتی پێشووتر بووین، هەر لە ضمنی ئەو ئاتایان لە سیاقی و ئاتێکەوە خوای گەورە باز لە غەزوەی بەدر دەکات لە سوورەتی ئەلئەنفال. لە ئاەتی پێشووتر خوای گەورە سوبحانەهو وتەعالا دەفەرمێ کاتێکەوە وحی بۆ مەلایکەت نار کەوا لەگەڵتانم ئیتر ثەبات بە ئیمانداران ببەخشن. لە مقابلدا خوای گەورە فەرمووی ڕوعب و ترس دەخەمە ناو دڵ و دەرونی کافران، ئیتر لێیان بدەن لە کەسانێکی کافر لە سەرووی ملیان و لە هەموو جومگەیەکیان بدەن. لەبەرچی ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، لەبەرەوەی ئەوانە کەسانێکن سەنگەرێکیان گرتەبەر لە غەیری سەنگەری ئیمانداران، یاخود سەنگەریان گرتەبەر لە دژی خوا و پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم. هەر کەسێکیش دژایەتی خوا و پێغەمبەری خوا بکە ئەوە بێگومان ئەڵڵا تەعالا عیقاب و سزای زۆر توندە. وەکو لە تەفسیری وەسیط دەڵێ فاسم الإشارة ذلك أو ذلك الوسط دەگەڕێتەوە يعود إلى ما سبق بيانه من تأييد المؤمنين. دەگەڕێتەوە لۆ ئەوەی کەوا لە ئاەت پێشتر دەفەرمی خوای گەورە تەئیدی ئیمانداران دەکا و فەرمانیان پێ دەکاتن بۆ ئەوەی کەوا لە کەسانش کافر بدەن بەو شێوەی. ئیتر ذلك بأنهم باءەکەش سەبەبیە، لەبەر ئەوەی ئەوانە وایان کرد، لەبەر ئەوانە ئەوە کاریانە لێ لێیان بدەن و ڕەحمیان پێ مەکەن. کاتێک دەفەرمێ ذلك بأنهم شاقوا الله، شاقوا لەچیات من المشاقة بمعنى المخالفة والمعاداة، کەواتە لەبەر ئەوانە کەسانێکن مخالفەی خوا و پێغەمبەری خوایان کردیە بەڵکو دژایەتی خوا و پێغەمبەری خوا دەکەن. مشتق من الشق أي الجانب، مشاقة لشق هاتية. فكل واحد من المتعادين أو المتخالفين صار في شق غير شق صاحبه. كواتا لويو هاتي لشق هاتي كواتا كاتك ودوكس مشاقة لنوانيان وتهريك ولزانب وسنجريك دجمناتي يكتر ذكر يتر أواناش مخالفة ومعاداة ودجاتي خوا بيغمبري خوا ذكر. والمعنى ذلك الذي ذكره الله تعالى فيما سبق أو كوا خوا يقول لأت بيش الترباسكر من تأييده للمؤمنين، كوا تأييد إيمان داران دكا وفرمانيان بيذكاتن وكوا لكافران بدن سببك ويا أو كافران شاقوا الله ورسوله أي عادوهما وخالفوا شرعهما. وكل لقاسمي دلي كوا تأوانا كساني كندجاتي خوا وبيغمبري خوان كرديو مخالفة الشريعة خوا دكن سبحانه وتعالى. ومن يشاقق الله ورسوله، وكل قاسم بأن يسير في غير الطريق الذي أمر به. هر كسك معاداة ومخالفة خوا وبيغمبري خوا بكا ولا ريقايك بروا غير أو ريقاي خوا يقول فرمان بيكديا فإن الله شديد العقاب. وكل قاسم دليل لهذا المعادي والمخالف، هر كسك دجاتي خوا وبيغمبري خوا بكا بێگومان الله تعالى عقابی زۆر توندە لە بۆ ئەو کەسەی کەوا دژایەتی خوا و پێغەمبەرەکەی دەکا و مخالفی ئەوانە. ئالوسی دەڵێ الشرطية بيان للسببية السابقة بطريق برهاني. كاتە لێردا ومن يشاق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب.
کەواتە هەر کەسێک ئەوە مەرجە هەر کەسێک دژایەتی خوا پێغەمبەری خوا بکە لە نەتیجەدا خوای گەورە عیقابی زۆر توندە. ئەو شەرتیەی کەوا لێردا باز دەکاتن دەفەرمی بەیانکردنە لە بۆ سەبەبیەی پێشووتر کەواتە خوای گەورە لۆ فەرمووی وا لە کافران بدەن و بەو شێوەی بیان کوژن لەبەر ئەوانە شاق الله وەڕەسوولە. ئیتر کە شاق الله وەڕەسوولە خوای گەورە هەر کەسێش ئەو ڕێیا بگریتە بەر ئەوە نەتیجەکەی کەوا خوای گەورە عقابی زۆر توندە. كأنه قيل ذلك العقاب الشديد أو سزا توندي بسبب المشاقة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فسبب يكون جاءتي خوا سبحانه وتعالى وجاءتي في غنبرة كان صلى الله عليه وسلم. وكل من يشاقق الله ورسوله هر كسي چيش جاءتي خوا في غنبرة خوابك كائنا من كان هر شيبي فإن لهم بسبب مشاقة الله ورسوله عقابا شديدا. هر كسيك بدجاتي خوا بيغمبري خوابك خواي قول عقابه شي زور توندي ددا. وكل تفسير قاسمي دالي ومن يشاق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب تقرير لما قبله. كواتاوا رون كرنوي لبو آتك بيشتر إن أريد بالعقاب ما وقع لهم في الدنيا كواتا خواي شديد العقاب أو عقابي كوالا دنيا دا بوشي وي خواي فرمان بإيمان داران بك إيمان داران دكا كوا بوشي وي تند من لقليان أو وعيد بما أعد لهم في الآخرة يعني هو وعيد هرشاء لو كوالا آخرة الشيء لبيان أما ذكر بعدما حاق بهم في الدنيا لدوائي وكواتسيان بسر هذا الدنيا وبيان لخسرانهم في الدارين وبيان لويكوا لهردو دنيا خسارة مندن خواي قول دجي أبابلين سزايا ددا. وكل تفسير سعد جدار ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب تفرمي ومن عقابه تسليط أوليائه على أعدائه وتقتيلهم كواتا يقلا كواتا لا تفسير سعد ضلي شديد العقاب كذا باز لعقاب دنيا دكاتا لزمني عقاب خواي قول له كسانش كافر أويا تسليط أوليائه على أعدائه ويكوا أولياء دوستاني خوي مسلط دكا لسر دجمناني خوي بدستي أوان ديان كوجي. فعشان وكل تفسير وصيد ثم يوجه سبحانه خطابه على سبيل الالتفات لأولئك الذين شاقوا الله ورسوله كوا تأوزار الآتدواتر خوي سبحانه وتعالى توزيع خطابه كيدك على بوشي لبو أواني كوا شاقوا الله ورسوله أواني كوا دجياتي خو بيغمبري خوا دكن بريغاي التفات كواتا التفات لقرآن بيروز دا هي واتا لآتي دوا لبون من اللير دا مثلا لآتي بيشوتر خواي قرباسي عندك بضمير غائب اللير دا توجيه خطابي عندك وكو مخاطب خواي قرب سبحانه وتعالى مخاطبين لقل دكاتن التفاتش لقرآن بيروز لبو سرنز راتشيشانا يتر خواي قرب سبحانه وتعالى متوعدا إياهم بسوء المصير هرشان لذلك مصير ينزور خرافة ذلكم فذوقوا دي أوي بتشيجن لدنيا دا وأن للكافرين عذاب النار بيتشيجن أو عذابي لدنيا وبزان لبو كافران سأما ذكر عذابي آقر. وكل تفسير وصيد دلي فاسم الإشارة ذلكم أو ذلكم لو صدقرته يعود إلى ما سبق بيانه من تأييد المؤمنين وخذلان الكافرين وإنزال العقوبة بهم أو ذلكما كواتا وكويلات كان بيشتر باسكر لو يخواي يقول تأييد إيمان داران دكا وكافر كان جر رعبيان دخاتنا وضليو عقابيان ددا لبر أوان مشاقي خواي يقولوا بيغمبر كان كرديا أي ذلكم الذي نزل بكم أيها الكافر من القتل والأسر في بدر كواتا أوي بسرتان هذا أي كافر كان لكشتنو بديل جيران لبدر هو العقاب المناسب سزايتي بربا بيستا لطغيانكم وشرككم وعدائكم لبو الطغيان رسونتان لبو أو شرك عقيدة فاسدتان لبو أو دجاتي كواخ دجاتي خواب بيغمبر دكان فذوقوا آلامه دي بيش يجن إيشو آزاركي وعيشوا في مذلته بزليلي تيدا بجين لنا وعذابي أول دنيا أما في الآخرة فلكم عذاب النار لآخرة شتان لو أما ذكره عذابي آقري جهنم الذي هو أشد وأبقى من عذاب الدنيا كواتون تروا دمينيتوش
زیاتر لە عەزابی دنیا فەترکوا الکوفر دەی هێشتا ئەگەر بەسەرتان ناتێ دەی واز لە کوفر بینن وادخلوا في الإيمان بڕۆنە ناو دایرە ئیمان لتنجوا من العقاب وتنالوا الثواب تاوکو نەجاتتان بی لە عقابی خوای گەورە و ثواب و ئەجر پاداش بەدەست بینن وەکو لە تەفسیری سعدی دەڵێ وفي هذه القصة من آيات الله العظيمة ما يدل على أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا كوات لخلال قصي أو آتان كواباز غزوة بدر ذكاتا لخلال أو آتانا بلقي بهيزا لسألوي كوا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنا دفن أن الله وعدهم وعدا فأنجزه لهم خايقور بعدي بيدابون بنصر فعلا زي بزيش كردو فعلا زي شيء سياسة سياسة نفري مقابل بزي شيء هزار نفري كأوفر عدد عدام بقوة رجبو أو بلغير سألوك وأخوة تأييدي بيغمبر كيدك صلى الله عليه وسلم كرسول الله ومنها ما قال الله تعالى قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل أخرى كافرة يرونهم مثلهم رأي العين حتى إشارة بواتي سورة آل عمران داتا كوا فعلا أودو في كوادين برانبر يكتري يتشيان أوي مقابل بدو هندي خوي دبيني أو زاري قالوش خوي قول نصرتي أو في كميد ذاتني كوا بلغير سروي كوا خوي قول تأيدي عندك ومنها إجابة دعوة الله للمؤمنين لما استغاثوه بما ذكره من الأسباب وهروها أويلي وردجيري كاتك وإيمان داران لسروي أوانش بيغمبر صلى الله عليه وسلم كاتك ودعاء دكا ولخواي قورد باريتوا خواي قور كو بهانايان دي بمدديان وإمداد كردنيان بملائكته وترسو رعب دخاتنا ودرو دروين دجمنا كان يانو بتشيو خواي قور معيتي خوي بيان دبخشي كوا خواي قور أوش تأييد لبو بيغمبر صلى الله عليه وسلم وفيها الاعتناء العظيم بحال عباده المؤمنين وهل آتانا أوي تيداك وأخواي قول الزور قرنجي بحال بند إيمان داركاني خويدا وتقييض الأسباب التي بها ثبت لإيمانهم وثبت أقدامهم خواي قول أوهو كارانيان لبو درخسيني كوالا نتيزة دا إيمانيان بي ثابت بيو بيكان بي خوراقر بي وزال عنهم المكروه والوساوس الشيطانية وهروها الشوي قالمتيان داك ووسوسوا ناخوشكان الشيطان لدليان نمينه ومنها أن من لطف الله بعبده أن يسهل عليه طاعته وهرو أولي وردجيري يقل لطف كان خواي قور ببندكي أويك وطاعتكي خوي لسر آسان دكا طاعتي خوي لسر أو بندي آسان دكا وييسرها بأسباب داخلية وخارجية وهرو أخواي قور سبحانه وتعالى آساني لك بهوكاري داخلي وبهوكاري خارجي خواي قور سبحانه وتعالى لبويان آسان دكا كواطاعت كوات براس أوي كوا لبند مطلوبة لبابتي طاعة كردن جورالي كردني فرمان كاني خوا سبحانه وتعالى أوي كوات نية تبي إطاعة بكي نية تبي جورالي بكي إتر أوي لسرت الشقاوي يكم بهاوي أوي ديك خواي قور سبحانه وتعالى آساني دكاتن وكو قاعدة وكو زانان دفرمو عليك البدء وعليه التمام راسي أوندي لسرتوا كواتو دس بيبكي هنقاو بهاوي إتر خواي قور لبوت تواو دكا أجاوك لتفسير سعد ضلي يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بالشجاعة الإيمانية انزا حتى كوير خواي قور سبحانه وتعالى باسي لبابن غزوة بدر كر أو زا خواي قور بعام فرمان بإيمان داران دكاتن بويكوا يأمر عباده المؤمن بالشجاعة الإيمانية فرمان ينبيرك بويكوا فعلا شجاعة آزاتي إيمانيا هبي والقوة في أمره وأهلها لفرمان كان إخوة بجديد زي بزيب كان والسعي في جلب الأسباب المقوية للقلوب والأبدان وأهلها هول بدن أو هو كاران بدز بينا كابتمايي أو كوادليان خورا قربي وهلوا بدنيا خورا قربي ونهاهم عن الفرار إذا التقى الزحفان وفرمانيا بيدكاتن وإكوا بهيج شيء هلنين كاتكوا أو دو زيش مسلمان زيش كافران روبرو يقدبنوا وكود فرمي يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا
فلا تولوهم الأدبار. أي كۆمەڕی ئیمانداران کاتێکەوە لقاء لە نێواننگۆ واتە ڕوبەڕووبوونەوە ڕوویدا لەگەڵ کەسانێکی کافر کاتێکەوەیان بە زەحف و بەزەی شێشی گەورەوە دێنە بەرامبەرتان فلا تولوهم الأدبار پشتیان تێمەکەن بە هیچ شێوەیەک لە دەستیان هەڵمێن و پشتیان تێمەکەن بەڵکو خۆڕاگەر بن وەکو لە ئاەتی دواتریش تاکید لەسەر دەکاتەوە دیارە ئاەتەش مفسرین تەفسیلاتی پێدەن بەڵام لەبەر تەوابوونی کات دەوەستین بە پشتوانی خوای گەورە لەوانەی داهاتوو دێنەوە خزمەتی. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.